اليوم إذا ما عندك رقم وظيفي بالدولة كل شيء ضدك. لا تقدر تشتري بيت، لا تفتح مشروع، لا تضمن أحد، لا حتى البنك يعترف بيك. يعني مواطن بس مو مواطن. يعني تخيل شاب عنده دخل ثابت من شغله من مشروعه، بس الدولة والمصرف يعتبرونه مو شيء موثوق. شلون نطالب الناس تشتغل وتبدأ ونخلق جيل ريادي وإحنا أساساً ما نعترف بأي جهد خارج الوظيفة؟ اليوم اللي ما يشتغل بالدولة كأنه خارج حسابات المواطنة. هاي مو بس مشكلة نظام مصرفي، هاي مشكلة تفكير دولة ما زالت مصممة إنه المواطن لازم يشتغل عندها حتى تعترف به، كأنه الدولة هي السوق وهي اللي تقرر منه ينتج ومنه يستحق. احنا اليوم بدنا نحكي عن بلد يستهلك أكثر من 65% من موازنته على الرواتب، مو على الإنتاج، مو على التنمية، مو على المشاريع. وإذا عندك مشروع لازم تتوسل حتى تاخذ قرض بسيط وتدخل بدوامة الكفيل الحكومي. صحيح اكو مبادرات مثل الريادة، بس أغلبها شكلية تشتغل بنظام المحسوبية وما تقدم حل جذري. والحل مو بس تمويل مشاريع، الحل انه الدولة تفهم انه المواطن العراقي خارج جهازها الوظيفي هو مواطن كامل لحقوقه، للحق يعيش، يبني، يستثمر، ياخذ قروض، يكون كفيل بدون ما يكون مجرد رقم بالبطاقة الوطنية. اليوم إذا فعلا نريد اقتصاد لازم الدولة توقف منافسة المواطن وتعترف به شريك حقيقي بالمعادلة. لأن الدولة اللي ما تعترف بمواطنيها خارج منظومتها ما راح تبني بلد، راح تبني وهم. وشكرا.